اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من الدكان. انت فاكر نفسك ابن بارنديلو؟ المصريين كانوا بيستخدموا الجمله دي عشان يعظموا اللقب نفسه، وفي نفس الوقت عشان يقللوا من اللي بيوصفوه بيها. يعني لما يجي حد كده يحاول يتقلط على الناس ويعمل نفسه فيها ابن بشوات وهو مش قد كده، يعني فيقولوا له انت فاكر نفسك ابن بارنديلو؟ لكن ايه قصه ابن بارنديلو دي؟ وهو مين اصلا؟ وبارنديلو على ايه؟ وقبل ما نبتدي، شايك في ايدك يا استاذ، نسكافيهك معاكي يا هانم، ويلا نعرف اصل الحكايه. في قصه منتشره ان اصل الكلمه دي هي ابن بارون ديلون، وان هو كان شخصيه مشهوره وكبيره وكان ليه تاثير، وبعد كده اتحرف الاسم لابن بارنديلو. لكن القصه دي ضعيفه شويه لان مفيش شخصيه معروفه اثرت في الثقافه المصريه باسم ولقب بارون ديلون. لكن الحقيقه واللي ذكرها عبد الرحمن الجبرتي في كتابه عجائب الاثار ان ابن بارنديلو ده هو واحد من امراء الدوله العثمانيه، وهو سليمان بيك الارمني، واللي كان معروف في الوقت ده باسم سليمان ابن بارنديلو. هو واحد من الامراء المشهورين في عهد العثمانيين، وكان رئيس لواء معروف باسم السنجاقية سنة 1690. ووصفه الجبرتي بان هو كان راجل وجيه، يعني راجل شيك كده ولبسه حلو، وكان صاحب مال واملاك وخدم. لكن المصريين لما كانوا بيقولوا ابن بارنديلو ما كانوش يقصدوا سليمان بيك ده. بعد وفاة سليمان بيك جه ابنه عثمان اللي تولى رئاسة اللواء من بعده، وكان كمان أمير إقليم المنوفية والغربية والبحيرة. وعثمان ده وصفه الجبرتي بأنه كان وسيم وذكي وبيحب القراية وبيقول شعر كمان. وفوق كل ده كان فارس شجاع، وكان ليه دور مهم جدا في الصراعات العسكرية في الوقت ده. سنة 1715 حصلت معركة وخناقة كبيرة ما بين عثمان وما بين واحد اسمه محمد بيك قطماش. وخسر عثمان الخناقة دي واضطر ان هو يهرب، وبيته اتنهب واتسرق واختفى بعد الخناقة دي لان هو كان مهدد بالقتل. وفضل عثمان مختفي لحد ما مات وهو عنده 37 سنة سنة 1720. وبعد ما مات اتضرب بيه المثل في الشجاعة والغنى والوجاهة، ومن كتر حب المصريين فيه اطلقوا عليه لقب ابن بارنديلو. وبقى اي حد يحاول يترسم على الناس ويعمل فيها ابن بشوات او شجاع يقولوا له انت فاكر نفسك ابن بارنديلو. ودي كانت قصة ابن بارنديلو اللي طلع مش بارنديلو ولا حاجة. سلام.